في مقولة بحبها جدا بتقول who can handle the quickest rate of change survives. دي مش مجرد جملة تحفيزية والسلام، دي كانت فلسفة حياة عند جون بويد، وده كان طيار حربي وكان عارف يعني ايه ياخد قراره في ثانية. ومن هنا طور واحد من أقوى النماذج اللي هتغير طريقة تفكيرك تماما، وهو ال OODA لوب. واللي خلاني أؤمن بالنموذج ده وأطبقه في حياتي إن هو ينفع في كل حاجة، في شغلك، في استثماراتك. ال OODA لوب بيتكون من 4 مراحل، لو طبقتهم صح هتقدر تاخد قرار صح وتطبقه وانت مطمن. اول حاجه اللي هي الاو او الاوبزرفيشن او الملاحظه، يعني شغل الرادار وبص حواليك ايه اللي بيحصل وايه التغيرات اللي بدات تظهر، مين بيتحرك فين وليه. خد بالك المرحله دي مفيش فيها اي تحليلات خالص، انت بس بتجمع كل المعلومات الممكنه. تاني مرحله اللي هي الاو الثانيه او الاورينت او التوجيه والتحليل، ودي اخطر مرحله لانها بتبدا تفسر وتحلل كل المعلومات اللي جمعتها، تفهم الصوره من زاويتك بخبرتك وقيمك، وتسال نفسك انت شايف الموضوع كده ليه، وهل ممكن اكون شايفه غلط او في زاويه تانية. هنا بتبدا تحدد اختياراتك الحقيقيه.